كثير من الناس يعتقدون أن المشاكل ستختفي بقراءة سورة البقرة، وهذا غير صحيح وغير واقعي. في الجنة إن شاء الله ما في مشاكل، أما الدنيا فهي دار امتحان. الذي سيختلف هو طريقة تعاملك مع المشاكل ومع تحديات الحياة. سورة البقرة تعلمك الصبر وطول النفس، يصبح عندك صبر وحكمة وطولة بال. سورة البقرة تقويك من الداخل لمواجهة الخارج، خصوصا إذا قرأتها أكثر من مرة في اليوم. في بادئ الأمر تحسين بضيق وكأن صدرك سينفجر. لا تتوقفي، تابعي قراءتها. أول شيء ستشعرين بألم في البطن وكأن حربا قائمة في بطنك، وربما صداع رأس وظهور حب في الوجه، إحساس بالبكاء. تختلف الأعراض من شخص لآخر. المهم عدم توقف. جاهدي وقاومي لتنالي بركة سورة البقرة. أنا أعمل بث يوميا أشاركك قراءة سورة البقرة 3 مرات في اليوم، أحيانا مرة واحدة فقط للاستئناس ولندعم بعضنا البعض، فأحيانا نحتاج فقط للسند. صدقيني سينسلخ عنك الكسل والتشتت، ستشعرين بتقدير الذات والإنجاز حتى حين تكملينها. سترين البركة في صحتك ووقتك وأولادك. سيستجيب الله دعاءك. صدقيني، لا تتجاهلي دعوة الله لك بقراءة هذه السورة المباركة. ستصبح أحلامك حقيقة والله العظيم. البقرة سورة عظيمة جدا. بما أن هذا الفيديو قد وصل إليك وسخره الله لك، إذن فقد أراد بك خيرا. لا تتجاهلي هذا الكلام. ستتغير حياتك للأفضل، أفضل مما كنت تعتقدين والله العظيم. ستنفتح العقد، سترين التسخير الإلهي، سترين كل من حولك بشكل مختلف. نظرة الحياة ستختلف، ستزهر أيامك، ستزداد قيمتك في الأرض. ستكونين مجابة، ستكون كلمتك مسموعة، أمرك مجاب، سيكون كل شيء كما تتمنينه وكما تريدينه. ستصبحين في جنة وأنت على الأرض. صدقيني هذا الكلام ليس خيالا، هذه حقيقة. تتخيلين الشيء في عقلك فيسوقه الله لك على طبق من ذهب. إلى متى ستبقين في غفلة وتنتظرين العصا السحرية التي تغير واقعك؟ سورة البقرة تغنيك عن تلك العصا، تشد بيدك نحو الصراط المستقيم، نحو السعادة الأبدية، نحو البركة الإلهية. قومي بقراءتها، سترين عجائب وقدرة الله إن داومت عليها. سترين أشياء، لن ترين الأشياء كما يراها باقي الناس، بل سترين عظمة الخالق في كل شيء. ستسرحين من شدة ما أحسست به من عظمة الخالق. حينئذ ستشعرين أنك عظيمة، أنك فريدة، أنك مقدرة، أنك خلقت من قبل العظيم ذو الجبروت. سيصل وعيك أنك بعينه وأنك مع الله. حين تلفظين اسم الجلالة ستلفظينه بخوف ورهبة، لأنك أدركت أخيرا معناه. ومن يكون هو الذي تجلى للجبل فجعله دكا. يا الله. ففي مثلا قفي بجانب جبل ضخم وتخيلي عظمة الله. حين تقفين بجانب جبل ضخم جدا ستعرفين عظمة الله الذي لم يستطع الجبل رؤيته، فكيف بنا نحن الضعفاء؟ سورة البقرة هدية للمتقين وهدى للمتقين. إنها تكملة لما بدأته، بداية النور ونهاية الظلام. تمسكي بكتاب الله، كوني قوية وأقوى من الجبل. نعم، أقوى من الجبل، أنت أقوى من الجبل بنص القرآن. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هكذا يجب أن تكوني قوية بالله بتقواه، ليس عن جهل ولكن عن معرفة. حين تعرفين الله اطلبي من الله أن يسخر لك معرفته، أن يعرفك إياه.
حين تعرفين الله تأكدي 1,000,000% بأنك فعلا لن تحتاجي أحدا، كل شيء ستطلبينه من الله. هذه حقيقة أنا لا أتخيل فعلا كل شيء يعني سترتقين إلى مرتبة الولاية. ومن عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني كل من عاداك سوف ينتقم الله لك من كل شخص أذاك. ستصبحين، هل تعرفين معنى الولاية؟ اقرأي سورة البقرة، اقرأي سورة البقرة، اقرأي سورة البقرة، اقرأي سورة البقرة، وعليك بالاستغفار والاستغفار 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 والاستغفار. هذه نصيحتي لك. يا زمان الوصل بالأندلس قد مضينا ننثر الخير وما نامت الأعين عند الغلس. جادك الغيث إذا الغيث هما يا زمان الوصل بالأندلس قد